الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، أظهر الحق بالحق وأتم نوره وجعل كيد الكافرين في تباب. أرسل الرياح بشرى بين يدي رحمته وأجرى بفضله السحاب. نحمده تبارك وتعالى على النعماء والسراء، ونستعينه على البأساء والضراء، ونسأله عيش السعداء وموت الشهداء، وأن يسلك بنا طريق الأولياء الأصفياء. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسول الملك الواهب. ما من عاقل إلا علم أن الإيمان به حق وواجب. أما بعد، أيها الناس، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العظيم. أيها الأخوة، من أجلها ذرفت عيون ولتربها حنت قلوب. إنها فلسطين، أرض القدس، أرض الأقصى، مسرى نبينا صلى الله عليه وسلم. إنها فلسطين، أرض بيت المقدس، وبيت المقدس أرض المحشر والمنشر. من أجلها انتفض أبناء الحجارة. نعم، إنها فلسطين، نعم، إنها فلسطين. من أجلها تتابعت التضحيات وعظم البذل. أيها الإخوة، إن ذكرى بطولاتنا لا بد أن تحرك من عزائمنا إلى نصرة ديننا. ولعلكم تقولون: ماذا نفعل؟ وأنا أقول: ليكن كل منا صلاح الدين. وما يمنع؟ ليرجع كل إلى نفسه ابتداء فليصلحها ويقوم عوجها، ثم ليلتفت إلى أقرب الناس إليه فليفعل مثل ذلك، وهكذا تصلح الأمة كلها. وكما يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. صدق الله العظيم. أيها المسلمون، إنه ابتلاء قد انطوى على دروس وعبر ومواقف وآمال وآلام. إخواني، إن اللسان لا يقف عاجزا أمام وصف الأحداث التي نشهدها، وإن القلب لا يعتصر ألما وحزنا وغضبا وكمدا على ما يجري لإخواننا في أرض فلسطين. فلسطين الجريحة فحصار ظالم منع فيه الغذاء والدواء، وقطع للمياه والاتصال والكهرباء، وقصف غاشم بأطنان من الصواريخ المتفجرة التي دمرت المساكن فوق رؤوس الساكنين، وأذى عدو ذليل حتى رأينا أجسادا ذبلت وأكبادا جفت وبطونا قرقرت وأجوافا ضمئت من قصف غاشم وحصار ظالم. أطفال يبكون ويصرخون، وشيوخ يئنون، ومرضى يتوجعون، ورجال حائرون. أيها الأحبة الكرام، لكل مقام مقال، ولكل حال أحكام. وكما يقول الشاعر: قف شامخا مثل المآذن طولا، واضعف رصاصك وابلا سجيلا. سطر على هذا الزمان بأننا أهل الكرامة والأعز قبيلا. فليحرقوا كل النخيل بساحنا، سنطل من فوق النخيل نخيلا. فليهدموا كل المآذن فوقنا، نحن المآذن فاسمع التهليلا، نحن المآذن فاسمع التهليلا. نحن الذين إذا ولدنا بكرة كنا على ظهر الخيول أصيلا. أيها الإخوة، إن ما يحدث في فلسطين من قصف وحصار هو جريمة حرب لا يمكن أن تمر مر الكرام، وإن أبناءنا ضحايا للظلم والعدوان، وهم يستحقون منا كل الشكر والدعم والمساندة. وكما يقول الشاعر: يا من صبرتم للحصار طويلا، في عزة تعلو المجرة طولا، تحت القذائف والحريق جهنم، لم تقطعوا التكبير والتهليل
أيها المسلمون، إن نصرة المسلمين واجب ديني وأخلاقي لا بد التمسك به، كما يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، كما يقول الشاعر: إن الأعز محمد وجنوده والله أكبر ناصرا وكيلا. اللهم احفظنا وانصرنا وابعد عنا البلاء يا رب العالمين. اللهم وحد الشعوب العربية لينتفضوا ضد عدو الله وعدوهم وعدونا. اللهم انصرنا واجمع كلمتنا ووحد صفنا. اللهم اجعل أرضنا أرضا آمنة مباركة قوية يا رب العالمين. وفي الختام فنصلي على إمام الأتقياء وسيد الأصفياء وخير من مشى تحت أديم السماء. اللهم صل وسلم على سيدنا